وبعد اكو اكثر من هذا، كان عندهم عزم هالسنه، هم مصرين ان يشتروا لهم بعيره ويركبون عليها واحد يسووه عليل ويمشون بهايد بارك بلندن. نبالي زين يطلعون العليل. لا مو دا احكي لك قصه انا، لا احكي لك واقع. نبالي مو دا احكي لك لطيفه، لا واقع هذا. نبالي شوي زين. هذول انت تتصور ذول على رسلهم؟ لا لا مو على رسلهم بلا كلام. هذا اللي يريد يحول لي الحسين الى مسخره مهزله، يريد يحول لي الحسين فرد قاسم ملبسي ما ادري شنو، مرة هلهل واربع دبن ملبس، ولكني عاج. انتوا باي عصر باي تاريخ؟ انتوا وين ترقصون على جراحنا، تلعبون على جراحنا؟ احنا وين بيا حالها الان؟ اما قضية الشعائر الحسينية يجب ان نلتفت اليها. قضية الشعائر والتمثيل والشبيه، التمثيل هو مسرح تيار. اليوم العالم كله يعتمد على المسرح. شنو هالكلام؟ شنو هالوضع هذا؟ من وراءكم انتم. قلت له والله انا لو اظفر بهؤلاء ادفنهم ببلوعه وهم احياء. ذولا يرقصون على جراحنا. لك شنو هالعالم هاي؟ تعالوا تأدبوا بآداب الحسين. هؤلاء لا يعرفون الاسلام. مو واحد يطب على الامام، على الامام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول له سيدي ذولا يعيرونا يقولون يا جعفري، قال له والله ما اقل من يتبع جعفر ابن محمد منكم، ولا بيكم واحد يتبعنا. لك لا عندكم اخلاقنا ولا آدابنا ولا عزمنا. بدل هذه خلي يصير عندكم عزيمة الحسين، يكون عندكم صلابة الحسين، يكون عندكم خلق الحسين، يكون عندكم آداب الحسين. مو جايين تحاولون ان تخلونا نصل الى مستويات نتحول بيها الى مخرفين في انظار الناس. الصادق نفسه يشجع البكاء واللطم والتطبير وضرب القامات، كلها يشجعها. لماذا؟ لانه يتحدث بقواعد اصلية. يقول يوم قتل جدي الحسين مطرت السماء دما 3 ايام. قوم لي بعمل علمي، تجيب لي عمل غوغائي مهرج يحولني في نظر الناس الى تافه. هو هاي نهضة الحسين؟ لا، الحسين موتشي. الحسين ما اجى حتى اكو جماعة يعيشون بالخرافات او يعيشون بالتوافه. اسمع اللي تستكثر على هذا الذي يجرح رأسه ومطلع من راسه قطرات من الدم، تستكثر عليه. والله الغربيين يضحكون علينا، الغربيين جعلناهم ميزان لحياتنا في كل شيء. الحسين ما اجى ليتحول الى وسيلة من وسائل الابتزاز والسخف والخرافات. واللي يجي يقول هذا عبارة عن احياء شعائر، قل له ارجوك خلي علمك ببطنك واسكت. لا مو احياء شعائر، مو هاي الشعائر. الشعائر تحيا بالدين، بالاخلاق، بالقيم. تحيا الشعائر بالوسائل المشروعة، بالوسائل العلمية. هاي ترى كلها محاولات من ورائها ايدي مشبوهة. وهذه اول درجات الانحراف، حتى يصل منها انه لماذا تضرب رأسك؟ لا تتطبر، ما يجوز خلاص. فاذا وافقت بعد ذلك يقول لماذا اللطم؟ ليش تطلمون؟ اللطم حرام ما يجوز. واحد من الشباب يقول لي شيخنا والله اللطم حرام، انا افتح من ذول جماعتنا كذا اصدقائي من السنة وغيرهم يقولون ليش تلطمون؟ حرام ما يجوز اللطم، واحد يأذي نفسه. قلت لك كثير عظيم. يعني اذا انت تركت اللطم راح يجون علي بن ابي طالب يعتنقوه يبوسوه. ولكني عاج. انتوا باي عصر باي تاريخ؟ انتوا وين ترقصون على جراحنا، تلعبون على جراحنا؟ احنا وين بيا حالها الان؟ لكن ينتظر واحد من هالشباب يمثل شبيه القاسم يقول له شنو هذا يا اخي؟ هذا انحطاط، عيب. اي نعم. هذا اللي يريد يحول لي الحسين الى مسخرة مهزلة، يريد يحول لي الحسين فرد قاسم ملبسي ما ادري شنو، مرة هلهل واربع دبن ملبس. شنو هالكلام؟ شنو هالوضع هذا؟ من وراءكم انتم. قلت له والله انا لو اظفر بهؤلاء ادفنهم ببلوعه وهم احياء. ذولا يرقصون على جراحنا. لك شنو هالعالم هاي؟
تعالوا تأدبوا بآداب الحسين. والله أنا لو أظفر بهؤلاء أدفنهم ببلوعة وهم أحياء. والله أنا لو أظفر بهؤلاء أدفنهم ببلوعة وهم أحياء. والله أنا لو أظفر بهؤلاء أدفنهم ببلوعة وهم أحياء. والله أنا لو أظفر بهؤلاء أدفنهم ببلوعة وهم أحياء. والله أنا لو أظفر بهؤلاء أدفنهم ببلوعة وهم أحياء.